السلام عليكم. آجل وغتير وهام جدا. تم رصد منصات إطلاق بتاع المسيرات في كل المناطق داخل السودان وخارج السودان، وسوف أوفيكم بكل النقاط والاستخبارات العسكرية تجهمه وتطلع عينه بعبر طيران السودان وبعبر مسيرات موجهة. أولا، المسيرات اللي قاعد يضرب مدينتنا الكوست الحبيبة والتندلتي والمدن وفي ولاية النيل الأبيض دي من جنوب السودان، وهي من رنج. والمسيرات اللي بيستهدف المناطق الثانية في السودان الشمالية والشرق، المسيرات الانتحارية مطلقينه من ثلاثة مناطق. أولا، أمبادر، واتكلمنا عن أمبادر واتكلمنا عن المسار واتكلمنا عن عاملين مدرج لإطلاق بتاعة المسيرات، واتكلمنا عن أهمية أمبادر للميليشيات الدعم السريع في تحركهم نحو دارفور وإطلاقهم مسيرات واستهدافهم مناطق في اتجاه الشمال وزحزحة الأمن وعدم عدم إعطاء الجيش فرصة للتفكير في غزو دارفور وتحريرها من جديد. والحاجة الثانية بارا، البارا بقى منطقة وبقى معسكر، فيها معسكر تدريب وفيها مخازن بتاعت أصلها ونقطة بتاع إطلاق بتاعت المسيرات. والبارا هسي حاليا بكلامي وكلامك في تجمع تاني بتاعت ميليشيات أمس كانوا يتجمعوا ب 750 عربية وفتقوهم مسيرات الجيش السوداني ودمروا 20% من القوى لكن تشتتت، والآن لمت القوة دي وعايزة تهاجم على الأبيض. ولازم القوات المسلحة تاخذ الحذر والحذر، وخاصة الفرق الموجودة في الأبيض والحجانة. المالحة برضو من المناطق اللي أصبحت بيطلقوا منها المسيرات، وعندها مخازن بتاع مسيرات كبيرة جدا، بيطلق لاستهداف الفاشر وباستهداف المناطق في كردفان ومناطق في شرق السودان. فمن هنا المنطلق على الجيش السوداني انه يضرب منصات بتاعت اطلاق المسيرات من اجل انه يدمرهم. وليس مهلات كبيره، عباره عن كونتينات وشويه العريشه بتاع الزنكي وحافرين في الارض وعاملين مدرج من انه بيطلقوا منه مسيرات، وعاملين اجهزه بتاع التحكم اللي بيقدروا يتحكموا بها المسيرات. والاستخبارات العسكريه عارفه الموضوع ده، لكن عليهم انه يتوجهوا يضربهم. الميليشيا انتوا ضربتوا لهم وقودهم، وهسي عندهم وقود جايه، والاخبار دي قلتها في فيديو تاني انه عبر وقود من جنوب السودان الى دارفور عبر معابر البحريه، دخلت الجعين ودخلت النياله والنسور الجو خليه تشتغل ويضرب المحلات دي عشان كفى المسلمين شر القتال. انت تضرب الزول قبل ما ينجد. والبارة بالذات دي لازم يستهدفوا بريا وجويا من اجل انه البارة دي منطقه خضراء وامبادر مناطق دي كما اتحررت لن نستطيع ان نذهب الى دارفور. واذا لم ندمر منصات الاطلاق في الدول المجاوره عبر أملانا وعبر استخبارات العسكرية وعبر قوات خاصة، لم نستطيع أنه ننجح، لأنه كل ما نتقدم بيضربونا بورا. وفي غلايا أمنية للميليشيات موجودة في النيل الأبيض وفي الأبيض وفي مناطق سيطرة الجيش كثيرة جدا. لازم القوات والاستخبارات العسكرية تسعى من أجل أنه ندمر هذا الميليشيا، وأن وإنتم معا أن نفضهم. أنتم تشيروا والجيش يمتكم. تحياتي لكم.